عاوزة أحكي لكم حكاية أخويا الصغير. من 3 سنين الدكتور بلغنا إنه عنده لوكيميا حادة، ودي كانت تاني مرة تجيله، وإنه لازم يعمل زرع نخاع. بس الدكتور طمنا إنها مش عملية زي ما فهمنا. حللنا عشان نشوف مين فينا أنسجته متوافقة معاه، والحمد لله تحليلي طلع إيجابي. أخدوا مني الخلايا الجذعية وبدأوا معاه جرعات كيماوي مكثفة. بعدها حطوه في أوضة مخصصة معزولة الهواء عشان مناعته ضعفت من جرعات الكيماوي اللي أخدها، وبدأوا ينقلوا له الخلايا. أخويا الحمد لله خف ورجع لنا تاني، وقررنا نعمل صدقة جارية، ودخلنا على موقع المستشفى واخترنا طفل مريض عشان نسنده في رحلة علاجه ونتابعه خطوة بخطوة. كان لازم نتبرع ل57 عشان عندهم 9 غرف لزرع النخاع، ومحتاجين نزودهم ل27 غرفة. محتاجين نزود نسبة الشفاء